السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نعمل حواوشي بطريقة سهلة جدا. بصوا جميل جدا جدا، جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا، بتعجب اولادي قوي. بصوا شكله ولا اروع من كده، وطعمه جميل قوي ومفيهوش بهارات كتيرة. هنجيب للنص كيلو لحمة، هنحط لها 4 بصلات كبار، منها بتدي تسكيرة، حاجة مسكرة كده، ومنها بتسكر اللحمة، ومنها بتكتر الكمية. صلوا على النبي يا حبايبي. حطيت كده بصلتين وضربتهم في الكبة اهي. اللحمة جميلة وحمرة جدا. بعد كده حطيت البصلتين نزلتهم كبة، وكان عندي بصلتين كنت ضربهم، كنت محتاجة المية بتاعتهم، والتفل كنت حطاه في الفريزر وطلعته دلوقتي ماشي. وحطيتها، ما برميش حاجة غالية جدا زي ما انتوا عارفين. ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرفع عنا البلاء والغلاء ان شاء الله. بصوا دعكتهم كلهم مع بعض. انا عايزه اقول لكم المره دي انا حطيت بس في الملح بس، ما حطيتش كمان فلفل اسود عشان بيعمل حموضه. والحواوشي كده كده اصلا بيعمل حرقان، فما قلت ملهاش لازمه ان انا احط فلفل اسود. بس عايزه اقول لكم روعه واصلا الكيس بتاع اللي انا حطيت كان فيه بتاع دوت، كان فيه واحد مرقه دجاج. تعالي نعمل هنا الطحينه. حطيت 4 معالق من السمسم وهطحنهم واوريكم هعمل ده. بصوا العيش عايزه اقول لكم مفيش اروع من كده، جميل جدا جدا جميل. بصوا دلوقتي انا بعمل برضو بدعك اللحمه تاني واحطها بقى في الرغيف. عايزه اقول لكم عمل لي 9 رغيفه من الكبار دولت، وفعلا كانت محشي يعني، الحشو بتاعها كان كتير الحمد لله. جربيها. انا بسخن اهو الطاسه على النار هاديه. عايزه اقول لكم روعه 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 بجد يعني. بس احط هنا حبه زيت بسيط جدا. بس الباقي كمان بحطه في المج بتاع الزيت، يعني مش محتاجه غير دهنه بسيطه جدا. بصوا بعمل ازاي. بص على النار هاديه خالص، وغطي عليه وغطي عليه. جربوا الطريقه دي جميله جدا، ومش محتاج ان يتحط في الفرن. جميل جدا، ما ياخدش منك حوالي ربع ساعه لا 9 رغيفه بتوع النص كيلو السوا. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. بس ما شاء الله. بس بقلبه بس كده ياخد تشويحه في الزيت، يعني الزيت لا يذكر. طريقه سهله جدا. وبحط كميه حلوه من اللحمه البطاطا جوه الرغيف. طريقه عايزه اقول لكم والله سهله جدا جدا، وطعمه مفيش اروع من كده. جربيها هتعجبك جدا، سهل جدا ومش محتاجه. انا جربت قبل كده بالبهارات بتاعه العطار، ما عادي خالص. البهارات بتاعتها ما فيش اي حاجه، ما فيش يعني افتكاسه. هو البصل مع انا جربته كذا طريقه. البصل مع شويه فلفل اسود، مع مش محتاج بهارات كتير، ولا بتاع دوت اسمه الحاتي، مش محتاج بهارات ولا. انا جربته بكذا طريقه، بطريقه البهارات من الحاتي، بهارات الحواوشي مش محتاج بجد يعني. جربوه بس بالطريقه دي والله وهتعجبكم جدا جدا. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. لكم بس طريقه سهله جدا جدا جدا. بص مسحه من الزيت بس مش محتاج، لان لو كترت زيت بيعمل حموضه على الصدر، فملهاش اي لازمه يعني. هي دهنه بسيطه خالص يعني. بس ايه رايكم. بس انا اوريه لكم كمان من جوه مستوي ازاي. بس مستوي بجد روعه يعني. بصي هنحط طرف المعلقه كده.
بس بمسحه كده وكده واحطه ايه. ادي اهو طحنت السمسم، بس ما كانش عندي دقيق عشان كده كان عندي سمسم وحطيته في الكبه. هعمل حبه سلطه طحينه صغيرين. حطيت معلقتين زيت، وبعدين شويه خل وشويه ميه سخنه، واضربهم في الكبه. كان المفروض احط دقيق بس ما كانش عندي دقيق، عشان كده طلعت خفيفه. اقربها لكم دلوقتي. بس عايزه اقول لكم، بصي اللحمه مستويه ازاي وجميل ازاي. بصوا يا جماعه، روعه بجد، روعه روعه روعه. ومقرمش كده من بره، فعلا روعه يعني. بس بعمل ايه، بعمل مسحه من الزيت وبعدين بفضيها لو في ايه، لو كترت مني. بس هنا جبت مخلل. انا من محبين الحواوشي بالمخلل اكتر من الطحينه. شوفوا انتوا بتاكلوه مع ايه وقولوا لي، اكتبوا لي في التعليقات. بتحبوا الحواوشي تاكلوه مع المخلل ولا مع سلطه الطحينه، ولا بتاكلوه مع ايه بالظبط؟ كل واحد يكتب لي في التعليقات. بس عملت هنا سلطه طحينه بس طلعت خفيفه شويه عشان مفيهاش دقيق. على فكره، فكره السمسم، بس شكل المخلل ازاي. بص العصاير، انا برضو عملت لكم عصاير ونزلتها في على الصفحه بتاعتي. بس شكل الحواوشي روعه ازاي، جميل جدا. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين.